اسمع كده تصريح كابتن ميدو ده. شجع الاهلي يا ميدو في المونديال. انا بجد والله يا جدع انت ما تقولش كده والله لا العظيم. يمكن اشجع الاهلي في اي ماتش ابدا ابدا. ليه؟ طبعا اسم مصر، اسم افريقيا يا جدع ده اسم العرب. ده الكلام ده ايام بقى الناس اللي هي المثاليه وكده. انا راجل غير مثالي. انا راجل مش هتشجع الاهلي في المونديال؟ لا يمكن طبعا اشجع الاهلي. ليه؟ انا راجل زملكاوي. ما بشجعش في مصر الا نادي الزمالك فقط. لا يمكن ابدا ابدا اشجع اي نادي تاني. هو السؤال طيب. خارج مصر مش في مصر. بقول لك ولو في المريخ لا اشجعش طيب الاهلي. خلاص. طب انت ايه اللي جابك؟ يعني ايه اللي جابك عشان تبقى موجود في التغطيه بتاعت القرعه؟ دي قرعه بتاعت النادي الاهلي او بتاعت كاس العالم اللي هيلعب في النادي الاهلي. والقناه اللي انت موجود فيها ديت لو ما فيهاش النادي الاهلي في القرعه دي ما كانوش هيبقوا فيه اصلا تغطيه ولا اي حاجه. فانت ايه اللي جابك؟ الناس يا جماعه دي ميدو واللي زيه لازم ان هم يتقنن ظهورهم في الاعلام. ده اللي بيعمل التعصب، ده اللي بيعمل المشاكل في الاعلام، وده اللي بيعمل المشاكل ما بين الجمهور. فلما يكون ده الاعلامي هيكون الجمهور عامل مع بعض ازاي؟ كابتن احمد ميدو هيقول لك انا العالمي، انا جاي هنا عشان انا احمد ميدو العالمي. لو احمد حسام ميدو العالمي النادي الاهلي لو ما كانش موجود في الكاس العالم ده ما كنتش هيبقى فيه اصلا تغطيه، ولا هيبقى فيه تغطيه للقرعه، ولا كان هيبقى فيه اي حاجه في مصر. كان هيبقى عادي تتفرج عليه على التلفزيون زيك زي اي حد. فالنادي الاهلي هو سبب وجودك ووجود البرنامج اللي انت قاعد فيه دلوقتي ده، عشان كده انت ظهرت. فيا ريت يا جماعه الاعلام يعرف مين الناس اللي المفروض انها تطلع ومين الناس اللي المفروض انها اصلا ما تظهرش لينا. صباح الفل.